المسيح كيف كنعرفوا عنده السلطة على الطبيعة والمرض والموت، لكن في قصة اليوم غنشوفوا أنه عنده السلطة حتى على الجنون والشياطين. كيحكي لنا البشير مرقس أن يسوع كان واحد المرة قطع بحر الجليل هو والتلاميذ ديالو ومشاو للأرض الجراسيين باش يسرح واحد الراجل مسكون. بلاد الجراسيين كانت ناجسة بالنسبة لرجال الدين اليهود. هذا الراجل المسكون كان ساكنينه أرواح ناجسة وكيعيش في واحد الروضة اللي هي مكان ناجس وكيرعاو فيها الخنازير اللي هي حيوانات ناجسة. ورجال الدين اليهود ما كانوا ديما كيجتنبوا المناطق الغير اليهودية لأنهم كيعتبروها ناجسة. لكن هذا الشيء ما كانش مشكل بالنسبة للمسيح، لأنه ما كانش كينظر مفهوم الطهارة من النجاسة كيف كينظروا لها هما. المسيح كان كيتجاوز العادات والقوانين البشرية باش ينجي الناس، لأنه كان مدفوع بمحبة ماشي عادية، محبة إلهية ما كتبعش المنطق أو التقاليد أو القواعد البشرية. ملي نزل يسوع من الفلوكة شاف الراجل المسكون، وهذا الراجل كان كيعيش في الروضة وحتى واحد ما كان قادر يغلب عليه، حيت بزاف المرات كانوا كيكتفوه بالحبال وبالسناسل، كان كيهرس السناسل وكيقطع الحبال، كان ديما في الروضة كيغوت وكيضرب راسو بالحجر. ولكن ملي شاف يسوع من بعيد جرى لعنده وسجد ليه وغوت بصوت عالي وقال ليه: اشنو بيني وبينك يا يسوع ابن الله العالي، دخلت عليك بالله ما تعذبنيش. هنا كنلاحظوا جوج حوايج في هذا اللقاء. اولا، الجنون كيعرفوا شكون هو يسوع، في حين ان رجال الدين اليهود كانوا كيشكوا فيه وكيقولوا ما يمكنش يكون هذا هو المسيح المنتظر. ثانيا، كنشوفوا الجنون اللي كيعذبوا الناس هما كيطلبوا المسيح ما يعذبهمش. كنقراو في العدد 9 وسولوا يسوع اشنو سميتك، ورد عليه: سميتي ليجيون، حيت حنا كتار. وبدا الجن كيرغب يسوع بزاف باش ما يخرجهمش على برات البلاد. ملي المسيح سول الجن اشنو سميتو قال له ليجيون، وكلمه ليجيون كانت في ذاك الوقت كيشيروا بها المجموعات العسكر الرومان اللي كتكون من 6000 عسكري. هادشي كيعني انه ما كانش غير جن واحد كيسكن في ذاك الراجل المسكين، لكن كان العدد ديالهم كبير، بحال نقولوا شي عصابه. يسوع سرح هذا الراجل وخرج منه الجنون بكلمه واحده منه، امرهم باش يخرجوا منه وخرجوا. ما دخل معاهم في نقاش، ما قرا عليهم ايات، ما قال للراجل اللي يغتسل بشي ماء معين، ما والو. النبي اشعياء قال على المسيح بانه غادي يفك المكتفين ويحرر المسجونين. لكن الحضور ديال يسوع ماشي سهل وماشي رخيص، وكيقدر يكلف الانسان بزاف. كيقول لنا البشير مرقس ان دوك السراحه ملي شافوا هذا الشيء خافوا وهربوا، وديعوا الخبار في المدينه وخرجوا الناس باش يشوفوا اش وقع. وجاو لعند يسوع وشافوا هذاك اللي كان مسكون بالجنون جالس ولابس الحوايج وبعقلو، وهما يتخلعوا وبداو الناس كيرغبوا يسوع باش يخرج من بلادهم. هذه من احزن الكلمات اللي موجوده في الانجيل، وصعيب نتصوروا شي واحد كيطلب من يسوع يعطيه اتساع. يسوع جا وجاب معاه البركه، جا باش يشفي المرضى ويحيي الموتى ويسرح المسكونين. لكن هاد الناس ما بغاوش يبقى عندهم وصيفطوا بحالته. هاد الشيء كيعني ان العمى غادي يبقى عمى، والعراج غادي يبقى عرج، والسمك غادي يبقى سمك، والمريض غادي يبقى مريض، والمسكون غادي يبقى مسكون، واللي فيه الموت غادي يموت، لان الناس كتفضل الحياه ديالها تبقى ترونكيل كما هي بلا اي تدخل الهي في حياتهم. المسيح ما حاولش يقنع الناس، لكن مشى بحاله ودا معاه البركه اللي كان جايبها لهم. كاينه واحد اللوحه مشهوره فيها المسيح مصور واقف كيدق على الباب، واذا لاحظتي مزيان غتشوف ان الرسام رسم الباب ما عندوش القبضه من الخارج. وواحد خينا سول هذاك الرسام قال له: راك نسيتي ترسم قبضه الباب. لكن الرسام فسر ليه انه ما نساهاش. علاش؟ باش يوضح لينا ان الباب كيتحل غير من الداخل، والباب كيشير لقلبي وقلبك، وانت الوحيد وانت الوحيده اللي عندك الساروت ديال باب قلبك، وانت الوحيد وانت الوحيده اللي كتقرر واش غتحل داك الباب ولا لا. واذا ما حليتيش ليسوع الباب ما غيدخلش لعندك، وعمره ما غيفورسي الباب ديال قلبك. البشير مرقس كيقول لنا ان ملي جاو سكان المدينه ديك الساعه لقاو الراجل اللي كان مسكون لقاوه بارك ولابس وبعقله. مرقس وصف لينا الحاله ديال هذا الراجل في 3 الكلمات: بارك ولابس وبعقله. البروك كيشير للراحه. هذا الراجل اللي كان غير كيجري وكيغوت وخنوته خارجه لقى دابا الراحه والسلام في المسيح. كانوا كل مره كيربطوه بالحبال كيقطعها، وهكذا الخاطئ كيقطع الحبال الاجتماعيه والالهيه وكيجري وراء واحد الحريه
مزيفه اللي هي ما حريه ما والو، لانه كيرفض سلطان الله في حياته. هذا الراجل المسكون كان كيجري وكيجرح راسو وكيلوح الحجر على الناس. وهكذا الخاطئ، كيف الشفار والكذاب والزاني والقتال كيأذي نفسه وكيأذي المجتمع ديالو كذلك. مرقس كيقول لنا انه كان بارك مع يسوع وكان لابس حوايج. اللباس في الكتاب المقدس كتشير كرامة الإنسان، والعرى عكسا عن ذلك كيرمز للعار اللي كيجي بسبب الذنب والخطية. هذا المسكون كانوا كل مرة كيلبسوه كينوض وكيلطخ حوايجو وكيقطعها. هكذا الخاطئ كل مرة كيكسي الله كينوض وكيلطخ حوايجو في الغيص ديال الإثم. المبشر مصور بيلي جراهام حكى واحد القصة على واحد مول الفيرمان اللي جاب واحد الحلوف وعاومو ودار ليه الريحة ونقى ليه القرافج ديالو ونوا زعما يربيه بحال راه كتربي شي كلب. لكن غير حل الباب هو يخرج هذاك الحلوف كيجري لواحد الضايه عامره بالغيص وبدا كيتمرمد فيها. علاش؟ لانه حلوف. هو تغير من الخارج والمظهر، الخارج والمظهر ديالو تغير لكن طبيعته ما تغيراتش، بقى حلوف. لكن الرجل مسكون في هذه القصه تغيرات طبيعته، تغيرات حياته. هذا الرجل اللي كان كيمشي عريان ولا دابا بعقله ومكسي لان الرب كساه وغير حياته. والله هو اللي كيكسينا بتوب الطهاره وتوب الرحمه كيف ما دار مع ادم وحواء. الله هو اللي كيسترنا من العار ملي كنجيو لعندو وكنزوقوا فيه. بزاف الناس كتعيش معذبه بسبب تاثير الجنون والشياطين في حياتهم. هاد الاشخاص ما كتعيش في الروضه وما كتساراش عريانه وما كتضربش الناس بالحجر، لكنها رغم ذلك مكتفه بسلاسل عبوديه الخطيه. وهاد العبوديه كتقدر تكون في شكل بليه او ادمان او مثلا الالكول او المخدرات او البورنوغرافي الى اخره. واحد المبشر كان كيخدم في واحد شركه الطيران في امريكا، وقال بان 85 ديال لي زوتيس دو لير اللي كانوا كيخدموا معاه كانوا كيستعملوا لي بيلول ضد لا ديبرسيون. هاد البنات الزوينات هاد لي زوتيس كتعاني من واحد الفراغ روحي رغم ان حياتهم كتبان من الخارج لا كلها على ما يرام. لكن الواقع المؤلم هو ان الخدمه ديالهم كتطلب منهم يكونوا ديما زعما مبتسمين قدام المسافرين. الناس بحاجه الى اجوبه، الناس بحاجه لشي واحد يبرك معاهم ويسمع قصتهم. هاد البنات محتاجه لشي واحد يخبرهم هذاك اللي قادر يعمر الفراغ اللي في قلبهم. هاد البنات محتاجه لهذاك اللي عنده القدره يحررهم ويفكهم من السلاسل. المسيح قال على نفسه انا الراعي الصالح. لكن اش كيدير الراعي الصالح؟ الراعي الصالح كيمشي يقلب على الخرفان المضره. في الاديان كتلقى الانسان كيبحث على الله، لكن في المسيحيه الله هو اللي كيبحث على الانسان، لان الانسان ما يقدرش يلقى الله بمجهوداته. ملي ادم ما سمعش الكلام الله وارتكب الخطيه مشى تخبى هو وحواء ورا الشجر. ملي سمع صوت الرب كيعيط عليه ادم فينك انت. الرب طبعا كان عارف فين ادم مخبي، لكن بغى غير يفكر شويه. ومازال يومنا هذا مازال الرب كيعيط على واحد البشريه اللي هربانه منه مخبيه ورا بزاف الامور. مرقس زاد كيقول ان الراجل اللي كانوا فيه جنون طلب باش يمشي مع يسوع، لكن يسوع قال له ارجع لدارك وعائلتك وخبرهم بكاع داكشي اللي دار معك الرب وكيفاش رحمك. وديك الساعه رجع داك الراجل لحبابه وخبرهم بتعاملات الرب معاه. ويمكن ما كانش فاهم كل حاجه، لكن كان عارف حاجه واحده بالتاكيد، وهو الان انسان عنده هويه جديده وكيختبر حياه جديده وكيتمتع بحريه مطلقه. كاينين كيف هذا الراجل الاف الناس اللي كتشد يوميا كيفاش الرب يسوع غير حياتها وحررها من الارواح الشريره ومن قيود الذنب والخطيه، لانه كيف كتقول الايه اذا حرركم الابن غادي تكونوا فعلا احرار.